الكرام، انتهت هذه المواجهه بانتصار اصحاب السعاده، والمترو ينطلق نحو الدرع. اسماعيل المطر اليوم اديت مباراه كبيره وسجلت الهدف الثالث. فريق الوحده يمكن ما ادى مباراه يعني ممتازه وتليق بفريق الوحده، لكن اهم شيء الانتصار في الوضعيه وتحقيق النقاط الثلاث. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع ان لعبنا اليوم مباراه زينه، هي اللي ما سجل علينا الامارات الهدف في اخر دقائق. اتوقع الهدف اللي فينا حطنا تحت ضغط شوي، لكن مثل ما قلت لك علينا ان نعرف كيف نتعامل مع المباريات. نعم. تعاملنا مع المباراه بشكل جيد. الامارات اليوم قدم مباراه طيبه، ومثل ما قلت لك الامارات ما عنده شيء يخسره يعني. لعب مباراه جاي منتشي فوزه في الكاس، اتوقع انهم لعبوا مباراه وايد طيبه، لكن مثل ما قلت لك احنا التارجت كان يمكن عندنا والهدف كان عندنا اكبر من فريق الامارات والحمد لله. كيف شو تشوف نسبه الوحده في الحصول على الدرع؟ وصلتوا 95% تقريبا؟ ما وصلنا 95. نحن الحين فرق 5 نقاط وباقي في الملعب 9 نقاط. اتوقع ان 9 نقاط كافيين تغير كل شيء في مسيره الدوري. خلصنا من مباراه مهمه، باقي الاهم ان شاء الله المباراه اللي جايه مع بنياس، ونتوقع ان شاء الله ان نحن لازم نقدم مباراه اداء افضل من اداء وروح اكثر من روح اللي لعبنا فيها اليوم. شكرا، يعطيك العافيه. ان شاء الله. بارك ان شاء الله. اذا متواصلين مشاهدينا الكرام مع المزيد من مقابلات عادل الحسني حارس نادي الوحده، الف مبروك حصولكم على النقاط الثلاث. كيف شفت مباراه اليوم؟ والله الحمد لله، يعني المباراه كانت مباراه قويه يمكن بين الطرفين، وفريق الامارات يمكن جاي المباراه ويبغى ياخذ 3 نقاط في المباراه، لانه هو بطل الكاس، ونحن نبارك له على الكاس اللي توج فيها. والحمد لله يعني كانت مباراه كانت قويه، يمكن مش في يوم من الامارات يمكن عنده درب في المباراه، بس الحمد لله اهم شيء 3 نقاط ونستمر على الفوز ان شاء الله. حصول فريق الامارات على الكاس ما خوفكم؟ خاصه يعني انتم كنتم متقدمين 2-0 بعدين سجلوا هدف، ما تخوفتوا انه ممكن النتيجه مثلا يحصل فيها اي تغيير؟ والله لا نشوف. شو شعورك بما انك حارس مرمى؟ والله العظيم شوف، انا عندي يعني نادي الامارات يوم خذ الكاس يعني، بس صراحه ان نادي الامارات يخوف يعني، فريق كبير يعني مهما يكون، لو اي فريق تلعب وياه لازم تعطي انك تعطي 50% للفريق الثاني، والفريقك انت 50%، وفي الملعب. والحمد لله يعني الحمد لله يعني على الاداء، وهارد لك نادي الامارات. يلا الف مبروك، يعطيك العافيه. شكرا. اذا اسامه الاميري الكلمه تعود اليك.